ايه رايك في كروت الاستيراد زي ار اكس 580؟ كروت الاستيراد في الحقيقه بتتجاب من كمامه الالكترونيات في اوروبا. الشركات والافراد بيرموا الكروت القديمه او اللي كانت شغاله لسنين طويله، وتاجر الاستيراد يروح مجمعهم وشاحنهم على مصر، وهوب بتلاقي عندك الكروت دي باسعار خرافيه. كارت زي الار اكس 570 او ال 580 بيتباعوا ب 3500 جنيه. الكروت دي شغاله تعدين طول عمرها ومع سرعه عصر، فلو الكارت ده قعد معاك لمده شهر من غير ما يقطع يبقى انت شخص ربنا بيحبك. والمصيبه الاكبر كارت زي جي تي اكس 750 تي اي اللي هو نازل من 2014، يعني عمره 11 سنه. الكارت ده بيتباع ب 2500 جنيه، يعني توقف تحديثاته من زمان جدا وحاجات كتير ما بيدعمهاش. ولما تيجي تتكلم مع تاجر الاستيراد تقول له ليه السعر الاوفر ده، هيقول لك هو عرض وطلب يا باشا. الكروت دي مش وحشه لكن اسعارها اوفر جدا، المفروض اسعارها ما تتعداش ال 500 جنيه. انا عارف انك لو بصيت على اقل سعر الكارت الجديد دلوقتي اللي هو 30 50 6 جيجا هتلاقيه في رينج 9000 جنيه، والكارت ده مش ايه مقابل سعر. فانا برشح لك الكروت المستعمله مش الكروت الاستيراد، زي كارت مثلا 2060 او 3060 اي حاجه من الكروت الحديثه. انما كروت الاستيراد سيبكم منها خالص، فانت حوش فلوسك واشتري حاجه نظيفه، بلاش كروت استيراد فلوسك تعبت فيها عشان تجيبها.